يلا يا استراليين، جه وقت تصحوا. ما ينفعش تقول إنك ما كنتش عارف، ما ينفعش تدعي الجهل، لأن في الزمن ده الجهل ملوش عذر. في زمن السوشيال ميديا ده اللي تقدر تشوف فيه اللي بيحصل في العالم من غير ما تعتمد على الإعلام التقليدي، ما ينفعش تقول إنك ما كنتش عارف. ناس زيي كانوا بيحذروكوا من سنين إن اللي بيحصل في أوروبا هيحصل في أستراليا، وفعلا هو بيحصل في أستراليا دلوقتي قدام عينيك. وتخيل إيه التاريخ بيعيد نفسه. شوف المسلم اللي بيستدرج الأطفال ده اللي اتقبض عليه في سيدني. الفرق الوحيد هو، وعندي أمل إن شرطة أستراليا مش هتتساهل معاهم زي ما حصل في بريطانيا، فيمكن إداراتنا وشرطة البلد وأجهزة تنفيذ القانون اتعلموا الدرس، أو يمكن بيعملوا اللي يقدروا عليه، بس سياسيا احنا منكرر نفس الأخطاء اللي بريطانيا عملتها. بص على ده. الشرطة كلمة الأمان، افتح الباب. الشرطة كلمة الأمان، افتح الباب. الشرطة كلمة الأمان، الشرطة كلمة الأمان، الشرطة أمان، الشرطة كلمة الأمان، كلمة الأمان. وسائل الإعلام السائدة ما كلمتش عن ده يا جماعة. وسائل الإعلام السائدة ما اتكلمتش عن ده. فرد مزعوم مرتبط بعصابة شرق أوسطية، شخص يزعم إنه مرتبط بعصابة شرق أوسطية أتوجه له تهمة استدراج الأطفال في سيدني. نفس الناس، نفس الأسلوب، نفس التصرفات، بس ما نقدرش نتكلم عن ده أو نعمل أي حاجة بخصوصه، لأن لو اتكلمت عن التعددية الثقافية أو شرورها تبقى عنصري ومتعصب. مصطفى علم الدين عنده 39 سنة، واللي ليه صلة بأعضاء من عصابة شرق أوسطية بنفس الاسم اتقبض عليه صباح يوم الأربعاء بعد ما حاول حسب الادعاء يستدرج بنت كان فاكر إنها عندها 14 سنة، بنت عندها 14 سنة، على الإنترنت. شرطة نيو ساوث ويلز قالت إن ضباط من ولاية تانية اتقمصوا شخصية بنت مراهقة على الإنترنت، ودار بينهم وبين علم الدين محادثات جنسية صريحة حسب الادعاء، وكان بيبعت وبيطلب صور جنسية صريحة. فده كان واضح إنه عملية استدراج، وده شيء كويس، وده معناه إن أجهزة إنفاذ القانون عندنا شغالة بشكل ما، لأن في بريطانيا في ناس بياخدوا القانون في إيديهم وبيعملوا الحاجات دي. بس ده مجرد قمة الجبل الجليدي يا جماعة. فاكرين الراجل ده؟ ده محمد حفتر. دايما نفس الناس، نفس الاسم، أشكالهم شبه بعض، متهمين باغتصاب جماعي وحبس بنت عندها 14 سنة في كوبورغ ميلبورن، وكمان تزويدها بالمخدرات. كان كده وبص على ده، دي أحسن حاجة، افرج عنه بكفالة وماشي حر. يعني بعد ما يرتكب جريمة خطيرة زي دي لسه يقدر يمشي حر، ولسه يقدر يرعب أطفال تانيين. كفالة هافتاً اتجددت في محكمة ميلبورن الجزئية النهاردة رغم تهم الاعتداء الجنسي على الأطفال البشعة. لسه ما خلصتش، خليني أوريك واحدة تانية. راجل شرق أوسطي عنده 28 سنة من غرب سيدني، اتحكم عليه ب3 سنين و3 شهور، بس بعد ما جاب 3 من صحابه على بيت واحدة كان متعرف عليها من تندر، وقاموا الأربعة باغتصابها بشكل وحشي. الناس دي يا جماعة لازم تفهموا حاجة واحدة، دي مشكلة ثقافية ما ينفعش تتجاهلها وتقول إن المغتصبين موجودين في كل الثقافات. لا، الناس دي عندهم احتقار خاص للستات الغربيات، احتقار خاص، بيشوفوهم كأنهم قطعة لحم، وده نتيجة مباشرة لتعاليم الإسلام. هي خرجت وفضلت تعيط وتقول لا أنا مش عايزة، وهو أمرها تدخل الأوضة وأجبرها تعمل جنس فموي مع 3 منهم وهي بتبكي. واحد من الرجالة دول اغتصبها مرتين بعد كده. هو كان بيتفرج وشجعهم ياخدوا دورهم، وهي بتتوسل ليهم يوقفوا. تخيلوا الجريمة البشعة دي هو اللي عملها، وخد بس 3 سنين، وأنا شايف إنه هيخرج قبل كده بكتير. هو اتدان في قضية اعتداء جنسي مشدد مع آخرين بغرور، قدم استئناف وترفض، هيبقى مؤهل للإفراج المشروط في أكتوبر السنة دي أهو كده. هي مش حتى 3 سنين و3 شهور، القضاة الووك يا جماعة. فاكرين القضية دي؟ أنا اتكلمت عنها، مبسوط إن ناس كتير بتتكلم عنها. أظن مالكوم روبرتس أو حد تاني، واحد من سياسيين حزب وان نيشن، فعلا اتكلم عن الموضوع ده في البرلمان، مش عارف أنهي مجلس.
لاجئ عراقي تجنب السجن بعد ما اعترف بذنبه في جرائم جنسية ضد الأطفال مع بنت عندها 14 سنة في تومبا. دي منطقة كلها ناس بيض. المحكمة سمعت إنه تواصل مع التلميذة دي على سناب شات وخدها بالعربية لمكان بعيد واعتدى عليها. خد حكم بالسجن 12 شهر مع إيقاف التنفيذ لمدة 2 بعد ما القاضي قال إن في ظروف استثنائية. مش فاهم ليه القضاة دول عندهم تعاطف كبير مع الناس دي، زي مشاكل الفيزا والوقت اللي قضاه في الحبس وإنه ما عندوش سوابق، كأنهم بيقولوا كل حاجة ليها أول مرة. بس عشان الحكم أقل من سنة الفيزا بتاعته مش هتتلغي تلقائي. هو ده السبب يا جماعة. فاكر كان في تقرير قاضي فيكتوريا قال فيه كده الحكومة العمالية قالت لهم كده ودربوهم. عارفين التدريبات اللي بتعملها الحكومة العمالية دي؟ إن لو حكموا على الأجانب بأكتر من سنة إدارة الهجرة عندنا هتضطر ترحلهم. فاللي عملوه ببساطة إن هم قالوا خلاص ما تحكمش عليهم أكتر من سنة، وده اللي حصل. وده مجرد قمة الجبل الجليد يا جماعة. الموضوع ده هيستمر في الزيادة كل ما بقينا أكتر تنوع وكل ما اعتمدنا أكتر على التعددية الثقافية. بصوا على ده، بصوا على ده بيحصل في المملكة المتحدة. الفرق الوحيد إن شعب المملكة المتحدة بدأ يصحى وبيواجه الناس دي. اتفرجوا على الفيديو ده حصل في دوفر. يا جماعة دول أحسن ناس في دوفر هنا. قرروا يخوفوا عيال عندهم 10 سنين وهم راجعين من المدرسة. بص على ده بيبتسم. شوف ال3 عيال دول هنا بيخوفوا العيال الصغيرين. كلام فارغ تماما. هم بيخوفوا ابني وهو راجع من المدرسة، بيسألوه لو عايز يركب العربية وبيضحكوا عليه. هو عنده 10 سنين. انت شايف ده الصح؟ استهدى كده. لا. بص على التخان دول كلهم عايشين في نفس البيت. لا، ابني مرعوب جدا. ما تقوليش لا ولا تقولي ايه ده كده. انا مش هسكت على كده. انت مش هتعمل كده. ده كلام فاضي. ما تقوليش ايه ده كده. انت خوفت ابني اللي عنده 10 سنين. انت فاكر اني هادي كده بعد اللي حصل؟ اتكلم بهدوء شويه لو سمحت. ما تعملش كده. وقف. بص عليه دلوقتي بيتصرف كأنه جامد. كلهم بيتصرفوا كده. لا. كلام فاضي. دي أدلة. أنا مش هسمح لأي حد حتى يبدأ يتكلم بأي تعبير غريب. أنت ما تعملش كده. لمين؟ مين اللي عملها؟ ال3 دول هنا؟ 3 هنا؟ إزاي يعرفوا أنا بتكلم عن مين؟ لو ما قالوش يعملوها. هي مش بتتهز يا عم. ايه ده شويه بقى. طبعا هتهز. الأدرينالين مالي جسمي. انت ادرينالين ايه بس؟ انت مجنون ولا ايه؟ امشي من هنا يلا. كلام فاضي. امشي من هنا مش هتعمل حاجه. امشي من هنا. دي المشكلة بقى. ده ابنك؟ لا. ده ابنك؟ لا ابني. صاحبي؟ 10 منهم عايشين هنا. اصحابي. أكيد خرجوا. الناس دول خرجوا يجروا كأنهم عارفين إيه اللي بيحصل. ده عملية استدراك تانية ولا إيه؟ كلهم أصحاب، كلهم يعني أقصد في فرق أعمار بينهم، كلهم عايشين في البيت ده. يمكن كانوا بيدوروا على ضحية وكانوا ناويين يستدرجوها وبعد كده يغتصبوها جماعي، يعملوا اللي دايما بيعملوه. الكلام ده مش منطقي خالص. ليه 3 أو 4 أو 5 أو 6 أشخاص في البيت ده؟ وبص زي ما قلت هو مش أبوه. هما في أي فئة عمرية إزاي بقوا أصحاب؟ المشكلة ده ابنك؟ لا. ده ابنك؟ لا ده مش ابني. احنا اصحاب. ماشي. اسمع انا مش فاهم. كل العيال اللي ماشية من هنا وهو فاكر انه يقدر يدريهم يركبوا العربية ويخوفهم. ازاي عرفت مين هو؟ لو عمرك ما قلت حاجه. وإزاي عرفت إن هو ده؟ في حرفيا مئات العيال بيعدوا من هنا وانت عرفت ان هو ده. انت بتقول كلام فاضي تماما. في ست هناك كمان أستراليا. ده مستقبلكم. على الأقل البريطانيين بيقاوموا. مفيش أي عذر. بص على الوشوش دي. المجرم الجنسي منصور أحمد عايد بعد ما اتحكم عليه بالسجن 6 شهور بسبب مكالمة تهديد قذرة مدتها 14 دقيقة لضابط شرطة النقل البريطاني اللي فيها توعد يطعن الضباط ويحط حمض على وشوشهم. الرجل عنده 31 سنة من غرب لندن. اللندني ده اللي كان اتحبس قبل كده عشان اعتدى جنسيا على 2 ستات في مترو أنفاق لندن. عمل التهديدات المقرفة دي يوم 27 مايو وادعى انه تعصب جدا بعد ما صورته في الحجز اتنشرت. احمد اللي عنده سوابق كتير
اعترف بالذنب في محكمة التاج في وسط لندن بتهمة توجيه تهديدات والإخلال بالنظام العام والكلام ده كله. بص على ده، شعب المملكة المتحدة دي اسكتلندا حتى مش قادرين يحتجوا دلوقتي. ايه ده؟ الراجل ده اللي الشرطة بتحميه، ماشي عادي، أظن لازم يحموه. هو قاعد في مكان صغير في مدينة صغيرة في جلاسكو. آسف أنا مش عارف، أنا مش ملم قوي على الضواحي أو زي ما بيسموها في كارنهيل في جلاسكو. مهاجر اغتصب طفل وكان كمان خارج بكفالة، فالشرطة جت علشان يرافقوه للمحكمة. الناس بتحتج وغضبانة، ليه هو اتساب؟ ليه رجعوه تاني؟ في مجتمعنا بص عليهم، حتى مش هتعرف تحتج. يا جماعة مش هتقدروا تحتجوا بعدين. دلوقتي نقدر عشان حكومتنا مش قوية زي الحكومة في بريطانيا في التلاعب بعقول الناس. المظاهرة بتطالب بإرجاع المهاجرين لبلادهم. الثقافات دي مش بتمتزج، هم أثبتوا كده. مش فاهم، محتاجين دليل أكتر من كده؟ إحنا محتاجين ترحيل جماعي لكل مجرم عنيف، وكل مجرم مولود في الخارج حتى لو خد الجنسية بالتجنيس نرحله. وأنا بقول كده يعني أنا شخص مولود في الخارج. عشان كده روبرت لو عمل التغريدة دي، قريت إن باكستان حطت شروطها عشان ترجع مغتصب روتشديل بتاعهم اللي هو 1 من 100. دي رد رسمي من حركة استعادة بريطانيا للحكومة الباكستانية. ممكن تروحوا في داهية، احنا هنوقف كل تأشيرات الباكستانيين. بقولك دي نقطة ضعفهم الكبيرة. النخبة الباكستانية بتحب تروح لندن وتصرف الفلوس اللي جمعتها بطرق مش مشروعة هناك. هم بيحبوا كده، هم مش هيموتوا عشان الموضوع ده، مش هيضحوا بإرجاع الناس دي لو ده هيمنع النخبة الباكستانية من السفر لأوروبا أو بريطانيا. ولازم نشتغل مع بعض. الموضوع مش بس إنهم بيتمنعوا من بريطانيا، كمان أمريكا، أستراليا، أوروبا، الاتحاد الأوروبي، كندا، امنعهم من كل العالم الغربي. هما هيقبلوا ياخدوهم كلهم؟ هيقولوا عارف إيه؟ هاتهم كلهم، إحنا مش عايزين، من فضلكم ما تسيبوناش. أنا فاكر التشريع اللي قدمه سير بيل براودر واللي اسمه قانون ماجنيتسكي، واللي عمله طبعا بعد ما بوتين قتل المحامي الروسي بتاعه سيرجي ماجنيتسكي، وده اللي خلى السير بيل براودر يسيب شغله ويبقى ناشط ضد بوتين بشكل كامل. وبشكل أساسي التشريع ده بيسمح لحكومات الغرب، وأعتقد أن أستراليا كمان وافقت على قانون ماجنيتسكي. لو أنت شخص فاسد من العالم الثالث أو روسي مش هتقدر تجيب فلوسك، مش هتقدر تجيب ثروتك اللي جمعتها بطرق غير مشروعة لبلادنا، فاستغل ده. استخدم قانون ماجنيتسكي وابدأ تهدد السياسيين الفاسدين في باكستان زي نواز شريف وشهباز شريف، وكل النخبة السياسية في باكستان فاسدة. عارف إيه؟ هيقولوا لا 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 لا. وعلى فكرة الجنرالات بتوعهم كمان لا 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 لا، ابعتهم كلهم، ابعتهم كلهم. احنا مش فارق معانا عشان دي طريقتهم. بس دلوقتي هم فعلا بيطالبوا الحكومة البريطانية إنها تفرج عن معارضين باكستانيين حقيقيين زي عادل رجب. هما ممكن فعلا يطلبوا من أستراليا تسلمني كمان عشان أنا برضو معارض بطريقة ما، بس هما مش مهتمين بيا في الوقت ده لأني مش مهتم بالسياسة الباكستانية. أنا مش فارق معايا خالص، هما يقدروا يروحوا في داهية، أنا مش فارق معايا. بس في معارضين باكستانيين شرعيين عايشين في بريطانيا زي الراجل اللي اسمه عادل رجب ده، هو معارض سياسي شرعي. فهم بيقولوا ادونا المعارضين السياسيين دول واحنا هناخد المتحرشين بالأطفال دول كمان. لا، انتوا مش في موقف يسمح لكم تطلبوا أي طلبات. عارف ان في ناس هتقول سلموهم كمان. لا لا لا، ده ضد قيمنا الغربية، لا مش هنعمل كده. بس اللي هنعمله هو اننا هنمنع كل السياسيين الفاسدين منكم من دخول مش بس بريطانيا لكن كمان العالم الغربي كله. عندنا قانون ماجنيتسكي، فعلا نقدر نستخدم ده ضدهم. مفيش هجرة باكستانية لبريطانيا تاني، نلغي المساعدات الأجنبية.
أنا مش شايف إن بريطانيا بتدي مساعدات كتير لباكستان، فده مش هيفرق. نفرض ضرائب على التحويلات المالية لباكستان، دي نقطة كبيرة. الباكستانيين حولوا 4.5 مليار دولار. الموضوع ممكن يكون مختلف شوية بالجنيه الاسترليني، لأني كنت بعمل بحثي طلع لي الرقم بالدولار 4.5 مليار دولار أمريكي لدولة فقيرة زي باكستان. هم هيتنازلوا عن 4.5 مليار دولار عشان البيدوفيليين دول؟ لا، مش هيعملوا كده. زي ما قلت، هم مش في وضع يسمح لهم يطلبوا أي طلبات. كنا هنتعاون مع الحلفاء الدوليين عشان نضمن إن كل تأشيرات دخول الباكستانيين للدول دي كمان تتلغي، مع فرض عقوبات تجارية قاسية. جميل، أيوة، ده اللي لازم نعمله. ترحيلنا الناتو مش فاهم يعني إيه ده. بريطانيا مش هتسمح لدولة خارج عن القانون تبتزها أو تضغط عليها، خصوصا دولة جابت لنا عدد لا نهائي من مغتصبي الأطفال والبيدوفيليين. يا جماعة، الرقم فعلا بالآلاف، بعشرات الآلاف. حكومة استعادة بريطانيا هترد بكل قوة الدولة البريطانية. ده اللي لازم نعمله يا جماعة، ده اللي لازم نعمله. ويا أصدقائي الأستراليين، اصحوا بقى. المتحرشين بالأطفال دول جايين لكم. هما بيكرهوا الستات البيض الغربيين اللي مش مسلمين، بيكرهوهم فعلا. ده اللي الإسلام بيعلمه. بالنسبة لهم دول مباحين والصيد سهل. هما لقمة سائغة. فاكرين الإمام الأسترالي الكبير اللي قال إيه عن الستات الغربيين، عن الستات الأستراليات من حوالي 10 سنين؟ كان لازم ناخد بالنا وقتها. فاكرين الراجل ده؟ مسلم أسترالي عنده 19 سنة. من 19 سنة فاتت هو اللي قال كده. يا أنا فاكر ده كان إمتى؟ 2007. وقتها هو قال الكلام ده. زعيم مسلم أسترالي شبه الستات اللي مش متغطين باللحمة المكشوفة. أظن إنه ترحل، أو يمكن لأ، مش متأكد بصراحة. مش عارف إيه اللي حصل له. تعال ندور. فعلا كان إمام مصري أسترالي في جامع ليكومبا في سيدني، وكان زعيم مسلم سني. إيه اللي حصل؟ هو مات؟ هو فعلا مات في 2023 في مصر. أيوة، اترحل. يعني هو اترحل ورجع مصر؟ لازم نعمل كده يا جماعة، لازم نعمل كده. أيوة فعلا، شيء متوقع جدا. في سنة 1999 هلالي اتوجهت له تهم واتسجن بعد ما ادان انه كان متورط في تهريب بضائع من مصر لاستراليا. في اوائل 2003 عربية هلالي اتوقفت عشان كان فيها حاجة. يا جماعة، اغلب الناس دي اغلبهم مجرمين برضو. عارفين ليه هم مجرمين؟ عشان هم مش بيحترموا المجتمع الغربي. هم شايفين انه الاسلام بيقسم العالم لنموذجين، لمجالين مختلفين: دار الإسلام زي مصر أو باكستان، ودار الحرب اللي معناها إننا في حرب مع الكفار دول. عشان كده دايما بيدوا خطب ورا خطب وبيقولوا فيها هم ناويين يعملوا إيه وإزاي هيغزوا الغرب، وإحنا بنسيبهم يعملوا كده باسم حرية التعبير والتعددية الثقافية. لازم نكون قاسين جدا في الترحيل. وأول ما نبدأ نرحل الناس دي، شوف إيه اللي هيحصل. نصهم هيمشي لوحده، هيبقوا مرعوبين. لازم يخافوا من قوة الغرب، لازم يخافوا.